واش غادي نقول لك، بالنسبه للجديد القضيه ما كاين حتى شي جديد. كان كما سمعت وعرفت وعرفوا الناس كل شيء، بان المحكمه حكمت بغرامه، وانا باقي ما عرفت حتى شي حاجه، ولكن هادشي ما كاين ما كاين ما اللي دار هو هذاك. ولكن انا عارف راسي وطايق في راسي بان شنو كنقول وشنو درت. والحياه ديالي كما كتعرفوا، الحياه ديالي الحياه ديالي عاديه في اي مواطن. كما كنت من قبل كنت كنلعب كرة القدم، ودابا ما بقيتش كنلعب. حياة عادية، كنقضي الأوقات ديالي في الأشغال ديالي اللي كنقابلهم هنا، وكندير الرياضة مع الأصدقاء ديالي، والحمد لله يعني حياة عادية ومع الأولاد ديالي. يعني حياة ما كما تنقولوا ما بقاش ديك الحياة اللي كانت قبل شحال هذه، البريسيو والماتشات والسفريات وهذه. ما بقاش كما كنقولوا واحد الضغط على امين الرباطي. والحمد لله كما قلت لك وذكرت بان الحياه عاديه، وجد انا مسرور بالحياه ديالي مع الاولاد ديالي. والله العظيم بكل صراحه وبكل صدق كنهضر معك من جنب واحد المسجد. يعني الحمد لله لحد الان كنمشي للدار البيضاء ولا كيتلقى معايا رجاوي، اللي كنقول لك رجاويين ديال بصح، لان كيشدوني وتيعنقوني، لان اللي كيقولوا لي اللي عطيتي الرجاء امين الصراحه ما عمرنا نساواه. ولكن كاينين ناس اخرين اللي بكل صراحه اقسم بالله بصدق، يعني كنمشي للدار البيضاء ولا هنايا في الشمال ولا في اي مكان كيتلقاوني الناس الرجاويين، اللي كنقول لك رجاويين ديال كما كنقولوا بالدارجه رجاويين قح. يعني تيعنقوني وتيدويو معايا وتيدخلوا عليا البسمه والفرحه، بان عارفين شنو امين الرباطي عطى للفريق ديالو، وعارف الرجاء شنو عطات الامين الرباطي في هذا الشيء. الحمد لله الرجاويين بصح اللي كنقولوا ما عمرهم ينساوه وما ينساوش. واحد مؤخرا كنتلقاني واحد الرجاوي اللي غادي نقول لك، يعني قال لي واحد الكلمه وانا نسيتها صراحه. يعني كان جا عندي الرئيس ديال الوداد البيضاوي سابقا سي اكرم، هو باقي في الحياه، جا عندي وقال لي امين شوف هاك الورقه والستيلو ودير المبلغ اللي بغيتي اجي عندي في الوداد. وانا قلت لهم على قبل الرجاء وعلى قبل الجمهور ما نمشيش للوداد، وبكل احترامي للوداد يعني فريق كبير واي لاعب كيتمنى يلعب في فريق الوداد البيضاوي، ولكن حب للرجاء وحب الجمهور ديالو اقسم بالله تخليت على العرض اللي مغري جدا، ما بغيت نمشي للفريق الوداد البيضاوي. يعني هذه يعني نسيتها هذا الشيء. يعني مؤخرا كنتلقى واحد الرجاء والبارح، يعني هذه يعني زاد دخل لي واحد الفرحه، واحد البهجه. يعني قلت له الحمد لله ملي كاين الناس بحالك وتيدويو بهذا الشيء وما تينساوش هذا الشيء اللي درت على فريق الرجاء ولا الجمهور. يعني هذه كما كنقول لك حاجه بسيطه، ماشي يعني حنا في العصر الاحتراف وما كيهم حتى واحد بان نلعب في الوداد ولا الرجاء. ولكن في ديك الايامات ماشي ما قدرت، مستحيل. امين الرباطي كبر في فريق الرجاء البيضاوي من الفئات الصغرى والكبرى، هو طلع اخرها يمشي للفريق الوداد البيضاوي. يعني جاتني صعيبه جدا، وبكل صراحه يعني كنحيي الوداد البيضاوي واي لاعب كيتمنى يلعب في فريق الوداد البيضاوي.